يا مساء الفل، اهلا بيكم في قناتي. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده هنعمل التورتيه القمر دي اللي انتوا شفتوها دي، كان عشان عيد ميلاد حفيدتي. انا عملت طبعا كله في يوم واحد، بما اننا في شهر اغسطس فقررنا ان احنا نعمل عيد ميلادنا مره واحده. هي 17 انا 8، بس عادي يعني وفقنا وعملنا يوم 8 يا جماعه. انا ديكتاتوره عيد ميلادي انا اهم. المهم ان احنا عملنا التورتيه عملنا بدي الاسبونج، زي ما عملنا في التورته اللي قبل دي واللي هنعمله في التورته اللي بعد دي. خلاص انتوا هتلاقوا 3 فيديوهات ل3 تورتات نازلين ورا بعض، معمولين في نفس اليوم يعني. فهنا كانت حطينا كيس جبنا الاسبونج اللي هو كواليتي تارجت، كيس نص كيلو. حطينا عليه من 5 ل6 بيضات حسب حجم البيض. فلو البيض كبير اللي هو الوزارة الكبير ده بنحط منه 5 بيضات. لو البيض وسط شوية او حجمه صغير، لان ساعات الفراخ الوزارة برضو بيض صغير زي البلدي كده، فبتبقى 6 بيضات. حطيت معلقة محسن جل ونص كوباية مية. محسن الجل برضو بنجيبه اكياس، او بتجيبيه اللي هو العلب لو انت بتعملي دايما حلويات وكده، او تورت وسبونج وكده، بيتشال في الفريزر. خلاص. هنا كان ده شكل الاسبونج بتاعنا، حطيته بقى في القوالب. طبعا انا المفروض ان انا عامله في قوالب 16 فارتفاعها مش عالي، فعملت على كذا مره علشان خاطر يديني بقى بعد كده ان انا اضيفهم على احطهم فوق بعض. لكن لو عملت في حاجه ارتفاع واطي وحطيت ورق زبده ساعات بيتحرق مني في الفرن، فبيبقى ممكن تسيح وتدلق بقى الكيكايه والتورتايه، واقعد اعيط واصيح جنبيها. المهم ان انا عملتها. عملت عملته على مرتين، طلع لي 5 طبقات. انا اشتغلت بيهم على مستوى 8. تمام. ارتفاع الكيكه كان 8 بالمنشار اللي هو بالمنشار بتاعنا. انا عاملاه على الارتفاع اللي هو رقم 8. تمام. ابتديت احط الطبقات بتاعتي، طبقات كريمه عاديه خالص. طبعا بما ان الاسبونج جاهز فاحنا ما بنسقيهوش حاجه، واننا في الصيف فبيبقى كده كده طري. لكن احنا لو في الشتاء فاحنا بنضطر نسقيه، بنسقسق له اي عصير او اي ميه بسكر ايا كان اللي عندك، يعني عسل كلوكوز اي حاجه تسقيه ميه بكلوكوز كده. المهم ان احنا في الصيف مش بنسقي الاسبونج عشان خاطر ما تفكش منك، ما تسيحش منك، يعني الطبقات دي ما تبقاش واقفه على بعضيها كده. حشيتها وجلستها ودخلتها التلاجة شويه ساعه كده او ساعتين، وبتطلعيها من التلاجة بتيجي تحطي الطبقه التانية. طبعا تحت التجليسه اللون البينك اللي انت عاملاه او اي لون انت بتعمليه بتحطي تجليسه بيضه. ده الافضل والاحسن. التجليسه البينك دي انا حاطه اللون الابيض وحطيت معاه لون احمر. خلاص. بتحطي درجه شويه صغيرين خالص نقطه، وبتبتدي تضربي وتشوفي اللون درجه اللون لحد ما توصلي للدرجه اللي انت عايزاها. انا في مره من المرات عملت تورتايه كان الدرجه بتاعتها ازرق. انتوا متخيلين ان انا عمال اتقل لحد ما خليتها غامقه، عشان كان اللي عايزه التورتايه عايزاها بالدرجه دي او باللون الغامق ده. طبعا هو مش مستحب لانه بيعمل على بيطبع يعني، فالازرق ده كان سيء جدا. ساعات بستغرب الناس بتختاروا ليه، ودايما بقول يعني بيعمل تورتايه فيها الوان والوان كتير، ممكن طبقه الكريمه دي نشيلها، نستغنى عنها، لان هي برضو الوانها يعني كتير. فمهما كان كل الحاجات المواد الصناعيه عامه حتى لو هي قابله للاكل وكل حاجه، بس يعني الناس اللي عندها اطفال تحاول على قد ما تقدر تخلي بالها من النقطه دي. اوكي خليها بالشوكولاته اللي بتبقى كاكاو مثلا، او الابيض، بتبقى حلوه جدا. هنا بقى بنجلسها. طبعا التورته المدوره بتلف معاكي بسرعه، جميله، تجليسها سهل. انا هنا مبطئه مش معليه السرعه قوي عشان اوريكم برضو. هي مش زي مثلا التورتيه اللي هي المربعه بتاخد وقت. انا كنت حابه ان انا اعمل عليها الزجزاج ده، بس لقيت نفسي حفرت في الكيكه انا حفرت في الكيكه بطريقه رخمه قوي، فرحت مجلساها تاني طبعا. وبعد كده رحت جايبه بقى اللي هو السكرابر اللي هو المشرشر اللي عامل زي المشط ده. طبعا الناس اللي ما عندهاش ادوات ممكن تجيبي مشط ب5 جنيه وتخليه مثلا في المطبخ عندك للحلويات. بس بما انك لو بتعملي حلويات بقى وهتعملي كده فانتي او بالشوكه، فالطقم ده تقريبا ب25 جنيه ويديكي بقى الشكل اللي انت عايزاه. هنا كده خلصنا خلاص. هبتدي بقى اعمل السطح بتاعها بالمعلقه. تمام. علشان خاطر يظبط معانا، اللي هو يبقى فيه دورانات كده، ان احنا مش هنعمل فيها اي شغل خالص. انتوا هتشوفوا دلوقتي احنا هنحط عليها فراشات بقى، وهنحط عليها حاجات كده بالنوتاتي بما انها كان تورته حفيدتي.
بصوا اهو الدوران سهل خالص وما يعني ما بياخدش وقت، ويمكن من الحاجات السهله جدا ان انت تعمليه بالمعلقه، بيديكي التمويجه دي وشكلها حلو. المهم يا جماعه بقى ان احنا بعد ما خلصنا خلاص هنجيب بقى الكريمه بتاعتنا ونبتدي نعمل وردات. يعني نحاول بقى ايه الكريمه، يعني ممكن نتقلها سيكه، لان بتاعه التجليس غير بتاعه الوردات. الوردات بتحب الكريمه التقيله شويه خاصه في الصيف، او بكريمه الزبده دي لسه نازله جديد، دي للشغل بقى، الوردات اللي بنشوفها على الكبات بقى بتاع الكب كيك وكده. هنا كده ده الشغل بقى اللي حطيته عليها، ده التبر اللي انا حطيته عليها اللي هو هابي بيرث داي، فراشات، حاجات كده. كل سنه وهي طيبه ويا رب كده تفرحوا بولادكم كلهم. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك ولو عجبكم الفيديو وحابين ان انا استمر في ان انا انزل لكم شغل الحلويات، فعايزه بقى كومنتات كتير عشان استمر كده. دعموني باللايك والكومنت.